ازيكم يا جماعه، معاكم ألفة تيتي ونكمل سلسله ازاي تنبسطي بعد الولاده. ايه هي الحاجات اللي هتساعدك بعد الولاده عشان تعيشي بنفسيه احسن وتعيشي سعيده؟ ايه المنتجات اللي بجد هتنفعك جدا وهتخليكي تقدري تستمتعي بالوقت اللي انت عايزاه بعد الولاده؟ اول حاجه ودي انا لسه ما اشتريتهاش الصراحه، ان انت تجيبي كاميرا في البيت. انا دلوقتي بستبدل الموضوع ده ان انا بتصل بجوزي مثلا على الماسنجر وبسيب الموبايل جنب البيبي، بس بقفل البلين مود عشان برضو الشبكه غلط عليه وكده، وبفتح فيديو كول علشان لو انا مثلا طالعه مثلا بجيب حاجه جنب البيت بالظبط وعايزه اطلع وهو نايم فمش عارفه اعمل ايه، فبعمل ده عشان لو عيط اي وقت ما اسيبوش عيط، لان غلط جدا ان انا اسيبه يعيط وقت طويل. وكل ده ما بمشيش اماكن بعيده، انا بس ببقى حوالين البيت، مثلا عايزه اجيب حاجه، عايزه اطلع اقف شويه مثلا بره، عايزه اخد نفسي، عايزه اتكلم مع حد بره، فحوار الفيديو كول ده بينفعني جدا. وان شاء الله ناويه اجيب كاميرا عشان حتى لما يكبر بكاميرا، مثلا لو هو مثلا اتحرك جنب الشباك اتحرك جنب الباب، لو في اي صوت بيحصل الكاميرا بتبعت لك نوتيفيكيشن. فانا شايفه الصراحه حوار الكاميرا ده مفيد جدا وهينفعك على المدى البعيد حتى بعد ما يكبر شويه، مش لازم هو بيبي يعني. فالكاميرا تديني وقت ان انا اتنفس شويه، اخرج شويه، اقف شويه بره، اشتري حاجه. لو في كاميرا وهو نايم ما بقاش قاعده جنبه طول الوقت، خاصه لو ما فيش حد ان هو يساعدك يقعد جنبه او يشوفه او حد معاكي في البيت. تاني حاجه تنفعك بعد الولاده اللي هي مخده الرضاعه، وكنت اتكلمت عنها في فيديوهات تانية. طب ليه مخده الرضاعه تنفعك بعد الولاده؟ ممكن تروحي تخرجي بيه اي وقت، انت مش هتحسي ان انت هترضعوا فين وهتضايق ومش عارفه ايه، فدي هتديكي وقت اطول بره البيت ان انت تخرجي تنبسطي وفي نفس الوقت قاعده بترضعيه، لو انت في كافيه، لو انت في نادي، لو انت في اي مكان. مخده الرضاعه. ثالث حاجه هتنفعك بعد الولاده ساتر الرضاعه، عشان ترضعيه على مخده الرضاعه. ساتر الرضاعه، ساتر الرضاعه ده يا جماعه طبعا هينفعك اكتر حاجه في الدنيا، لان من غير المخده ممكن تحطي ايدك وتتعبي شويه، بس لازم يبقى فيه ساتر. طبعا ساتر الرضاعه مهم جدا يا جماعه. انا عندي 2، واحد شتوي وواحد صيفي، هو بيبقى طبقتين. الشتوي مثلا هيبقى تقيل عليكي جدا في الصيف، فهاتي واحد صيفي واحد شتوي لو ربنا قدرك. رضعيه اي مكان، ما تنعيش هم ان انت لازم تخشي الحمام او لازم مش عارفه تروحي عشان ترضعيه، لا مفيش الكلام ده. لو الواحد مش امكانياته ان هو يجيبه، حاولي تعملي قماشه كده عند الراجل، اعملي فيها مثلا حبل كده او ايا كان، واقفليها بحاجه بحيث ان انت ايه، او برباط حتى تربطيها كده عشان تعملي ستر الرضاعه. رابع حاجه تنفعك جدا بعد الولاده عربيه البيبي يا جماعه. اول حاجه يعني مش لازم تجيبي جديد خالص، هاتي واحده مستعمله في على اوليكس اللي هو الدويزل. دلوقتي في حاجات مستعمله كتير جدا وفي حاجات حالتها حلوه جدا. السترولر هتخليكي ان انت كل يوم تطلعي تتمشي بيه، نفسيتك تبقى احسن وهو كمان يشوف الشمس ويشوف الناس. انصحكم ان انتوا كل يوم تتمشوا بالبيبي لو عندكم صحه وده في امكانياتكم. امبارح بس قلت ايه، مش لازم السترولر وحوار، وكنت مكسله جدا مش قادره اطلع، بس قلت اطلع عشان ايه، عشان اغير المود كده وان يجي لي طاقه يعني. فطلعت من غير السترولر بجد ومشيت، بس مش حتى اخر الشارع، يعني نص الشارع. بجد يا جماعه ندمت ندم عمري، وما كنتش اعرف ان السترولر مهمه كده بشكل مش طبيعي. بجد تعبت جدا جدا ورجعت ايدي مكسره ورجلي مكسره. فعربيه البيبي مهمه جدا، لو في امكانياتك هاتيها، لو مش في امكانياتك حاولي تجيبيها مستعمله، هتنفعك جدا جدا، او خديها من بنت خالتك. خامس حاجه تنفعك جدا جدا وهعمل لها ريفيو لان هي بجد حاجه لطيفه جدا، له العاب. بس في لعبه معينه كده اللي هي لعبه البيانو، اللي هي دي بجد اللعبه دي يا جماعه انقذت حياتي. اللي هو انا ساعات بسيبه على السرير بتاعه مثلا وعايزين ناكل وقاعد باصص في السقف ما بيعملش اي حاجه. فاللعبه دي اول حاجه مناسبه لسن 3 4 شهور، بحيث ان هو بيضربها في رجله، ولو قبل كده مش عارفه ينفع ولا لا، انا مش فاكره هو عنده شهرين كان بيتحرك ولا لا، بس المهم اول ما يبدا يرفس برجله كده هاتيله البيانو ده، هينفعه جدا، هيسمع اصوات، يحس ان هو بيعمل حاجه بدل ما يقعد يبص في السقف كده ماما بتاكل، طب انا هعيط بقى ويقعد يعيط لك وما تعرفيش تاكلي. دي بتسحله شويه عنك وبتسحله ان هو بيشوف انوار وميوزك، فحاجه اكيد هتطوره. سادس حاجه وبتنفعني جدا وملهاش علاقه بسالم خالص، دي مش في امكانيات كل واحد انا عارفه، بس في ناس عندها عربيه في ناس ما عندهاش عربيه، بس انا السكوتر، انا عندي سكوتر. لو متابعين قناتي كنت بعمل فيديوهات تعليم السكوتر البنات، ممكن تشوفوها تعجبكم ان شاء الله. لو انا مثلا عايزه اطلع اخر الشارع وعايزه اجيب حاجه مثلا من مكان اخر الشارع، يعني 5 دقايق مشي رايح 5 دقايق راجع في عز الحر، وسالم مثلا نايم، ابنك نايم او بنتك نايمه، فمش هتعرفي تطلعي طبعا، الا تاخدي اوبر، مش منطقي تاخدي اوبر اخر الشارع وكده.
السكوتر بينفعني جدا جدا بعد الولاده، بيوفر لي وقت كبير لو انا مثلا عايزه اطلع مثلا اخر الشارع او حاجه مثلا 5 دقايق من البيت وعايزه اروح ضروري وهو نايم صاحي بس حد جنبه، فبيختصر لي وقت كبير جدا. اطلع بالسكوتر وارجع، حتى لو عيط برجع بسرعه. فالسكوتر هينفعك جدا بعد الولاده. لو عندك عجله والله يعني وعندك الجرأه ان انت تركبيها، ان احنا في مصر برده، فايه تحس ان تفرق برده في حياتك لو انت عندك الجرأه ان انت تركبيها وعندك الصحه. دول اكتر حاجات فرقوا معايا نفسيا جدا بعد الولاده، ساعدوني ان انا اعمل اللي انا عايزاه. ربنا يقدركم يا رب ويكون عندكم ال5 حاجات واكتر كمان، هيفرقوا معاكم جدا جدا وهيحسسوكم ان انتوا لسه عايشين ولسه عندكم وقت ولسه ممكن تعملوا حاجات كتيره انتوا عايزينها. خده والحاجات دي بتخليني ان انا احس ان انا ممكن اخرج، حتى لو اخرج لوحدي ما دام معايا الادوات ممكن ارضعه في اي مكان، ممكن اغير له في اي مكان. الدنيا بتتسهل شويه وما بقاش قاعده معاه طول اليوم كده في البيت ومخنوقه. لا، في اوبشن ان احنا نخرج، في اوبشن ان احنا حتى نتمشى حوالين البيت. عربيه البيبي بجد مهمه جدا، يعني حاولوا تجيبوها زي ما قلت لكم حتى لو مستعمله، هتنفعكم جدا. وفي حاجات رخيصه جدا من اول 200 جنيه يا جماعه، بشوفها في جروبات الفيسبوك مستلزمات البيبي المستعمله، فما تستهونوش جدا بالحاجات دي. واهم حاجه قبل ما اقفل الفيديو عايزه اقولها لك، خليكي جريئه، خليكي جريئه ان انت تخرجي بالبيبي لوحدك طالما انت عندك صحه وطالما انت كويسه وهو عنده 5-6 شهور مثلا وخلاص، يعني تعب العمليه باذن الله عدى. اخرجي بالبيبي، اخرجي هتحسي ان انت عملتي انجاز مع انك خرجتي عادي. يعني روحي مول جنبك اشربي حاجه، روحي اشربي قهوه، بس طبعا ما تشربيش في ستاربكس الحاجات المقاطعه. اخرجي اتمشي بيه شويه، اتمشي بيه بالعربيه. يعني ما تقوليش لا انا مش هخرج، في ناس خلاص بقى انا مش هقدر اخرج وحوار وارضعه فين. هاتي ست الرضاعه رضعيه وبعدين اخرجي بيه نص ساعه حتى حوالين البيت اتمشي بيه، مش هيعيط عشان جعان، هو اوريدي اكل. فخلي عندك الجرأه والاوبشن ان انت تطلعي بره البيت شويه تتنفسي، لان البيت مهما كان نضيف مهما كان ايه هو بجد هيخنقك وتحسي ان انت مخنوقه بين 4 حيطان وجوزك في الشغل والحياه بجد ممله والروتين وبتاع. فاخرجي بيه اتمشي، شوفي الدنيا، اشربي حاجه، اشربي عصير قصب، اتجرأي شويه. انت دلوقتي معاكي ابنك شيليه واخرجي بيه. ممكن في الاول يبقى تعب شويه، لسه هشيل بقى العربيه بتاعته. ممكن تعملي سيت اب شنطه فيها اللامبرز بتاعه، فيها ستر الرضاعه، فيها الكريم بتاعه، طقم مثلا بحيث لو سرب يبقى معاكي احتياطي. روحي المول اللي جنبكم، اي مول قريب، روحي اشربي حاجه، اتمشي شويه، تمشي بعربيه البيبي. هتشيلي كتير بس مجرد ما تروحي المول نفسه تفكي العربيه، لو فيها درج من تحت حطي فيها مثلا، حطي فيها ستر الرضاعه، حطي فيها الشنطه. لو عندك مخده الرضاعه مثلا، لو جبتي مخده الرضاعه اشبكيها كده في الايد اللي انت بتحركي فيها الاسترولر، وهتلاقي ان انت مش شايله اي حاجه في النهايه. يعني اعملي كده واخرجي، ما تستنيش جوزك لما يخلص شغل، ما تستنيش اصحابك لما يفضوا، ما تستنيش اهلك لما ايا كان. فاخرجي وانبسطي وعيشي حياتك. انت ما متيش، انت خلفتي. انا بصور دلوقتي وهو قاعد جنبي قدامه دقيقتين ويعيط. لما باجي بقول لك حاولي تعملي اللي انت عايزاه، حاولي فعلا، لان انت تقدري. تعبي شويه ان انت تلبسيه وتلبسي، ما بقيتيش تلبسي وتخرجي انت بس، لا انا لسه بلبسه، لسه هغير له لو عمل حمام وانا خارجه. معلش كل الحاجات دي والله العظيم نص ساعه ولا ساعه، حتى لو اتاخرتي حتى ساعه هتعدي وتخرجي، ويبقى اثر الخروجه في نفسيتك اللي يخليكي تقدري تواصلي الحياه بدون ما تحسي ان انت مكبوته ومحبوسه بين 4 حيطان. اجرأي شويه، انزلي اخرجي اتمشي، شوفي الناس، شوفي الدنيا، ما توقفيش حياتك. انت تاني خلفتي ما متيش. لان في واحده كتبت لي كومنت كده، الناس كلها بتقول انت مش هتقدري تعملي اي حاجه، انت مش عارفه ايه، بلا 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 بلا. لا يا جماعه انتوا غلطانين، انتوا اللي حجمتوا الامور ان هي لا خلاص انا خلفت، لا مش هطلع، لا مش هاجي، اصلي معايا بيبي. لا عادي جدا، معاكي بيبي خديه معاكي، شيليه كده هوبا معاكي. لو معكيش عربيه البيبي شيليها، تتعبي شويه، روحي اقعدي في كافيه، قعديه جنبك، قعديه على الترابيزه. استخدمي كل امكانياتك ان انت تحسني نفسيتك وتقدري تطلعي من اللي انت فيه، حتى لو امكانياتك ضعيفه، باقل الامكانيات. فاللي يقول لك انت هتموتي، لا، يمكن هي اللي ماتت في تجربتها، انت مش هتعملي زيها. الحياه ما وقفتش عشان خلفتي. انا بصور وربنا يعلم، انا اليومين اللي فاتوا ما كانش لاقي نفسي اصور خالص، ما كانش لاقي نفسي اعمل اي حاجه. عادي بتحصل ايام كده وايام كده، بس برجع بقول ايه، لا انا عندي حياه لازم اعيشها، وان شاء الله اعيشها بسلام، وانتوا كمان تعيشوا بسلام وتنبسطوا. فالحياه ما وقفتش، الحياه ماشيه، وباذن الله الحياه كده هتقف بالنسبه لي. لو عجبكم الفيديو اعملوا، لو عجبكم الفيديو اكتم نفسه ولا موته لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، وشيروا الفيديو لاصحابكم، للامهات الجديده اللي في حياتكم. وما تبقوش بجد اشخاص محبطه، مش تقدري مش تعملي، مش هيبقى عندك وقت، لا هيبقى عندها وقت، بس ابعد عنها وهي تبقى كويسه كانت معكم ألفة تيتي، يلا بينا.
شكرا، باي.